السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون كلها بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه سهله من بسيطلات مالحين كيجيو لذاذين، واحد الحشوه اللي بنينه بنينه ما تشبعوش منها. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنسونيش باللي لايك من تشجيعاتكم ليا، من تعاليقكم الزوينه اللي دائما كتفرحني، وكذلك بارطاجوا مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة على الجميع. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المكونات وطريقة التحضير. فبسم الله على بركة الله. أنا في واحد المقيلة كتوضعوا بصلة كبيرة مشلضة، عندي جوج ديال الجزرات محكوكين، كذلك جوج ديال لي كورجيت محكوكين. هنا غادا نضيف واحد العلبه صغيره ديال الشامبينيون، شويه ديال الفلفله خضراء، وعملت شويه ديال الفلفله حمراء. كنضيف شويه ديال زيت الزيتون، كنخلي هاد الخضيره حتى كتشحر لينا. من بعد كنضيف ليها الكفته او اللحم المفروم. انا بالنسبه للكفته كتضيفوا الكميه اللي عندكم. انا غادا نضيف عليهم التوابل، كنضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كنضيف عليهم شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، يعني جهد معلقه صغيره. صافي كنضيف عليهم الزعتر اللي كيعطي واحد النسمه رائعه. كذلك كنضيف معلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم، وهنا كنضيف القليل من الصلصه الحاره. هنا الا بغيتو تزيدوا كميه ديال الحار كتضيفوه، يعني على حسب وليداتي ما كياكلوش ليا فضفت غير شويه. صافي هنا كنخلي ديك الكفته حتى كتشحر ليا مع ديك الخضر. كنضيف ليهم شويه ديال صلصه الصوجه. صافي كنخلط هاد المكونات جيدا مع بعضها. انا كنضيف شويه ديال القزبور المعدنوس، يعني كنخليه حتى الاخير. من بعد كنضيف ليهم الشعريه الصينيه، انا استعملت شعريه الارز. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضها حتى كتنسجم ليا. صافي وغادا نضيف عليهم شويه ديال الجبن المبشور، هنا باش كيعطينا داك التعليكه وديك اللذه. كنخليو الحشوه ديالنا يعني حتى كتبرد تماما. انا بالنسبه للورقه اللي استعملت هذا النوع هذا، كيخلي دوك البسيطلات عرفتي مقرمشين، يعني واخا كتبرد لينا وتعاودوا تسخنوها كتعاود تزيد تقرمش في الفران. انا كناخذ الورقه كنكونوا دهناها بشويه ديال الزيت. صافي وكنوضعوا ديك الكميه ديال الحشوه، وكنضغطوا باش كتجينا هكاك ديك البسيطلات ديالنا كيجيونا عامرين. صافي كنلفوا دوك البسيطلات ديالنا وغادا نكمل بنفس الطريقه. هنا ضروري كندهنها بابيض البيض، ويمكن لكم تعملوا الدقيق والماء، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وهنا ضروري كندوبل الورقه، حتى الورقه هذه راه كتكون رقيقه.
كيف كتلاحظوا معايا. صافي وكنلفها بهذا الشكل هذا وندهنها بابيض البيض. صافي وغادي نحطهم في اللاطه ديال الفرن. بيد ما غادي نكمل هاد الحشوه اللي عندي. انا من بعد ما حطيتهم في اللاطه كندهنهم بالقليل من الزيت وكنسخنوا الفران على درجه حراره 160 درجه. كتخليوهم حتى كيتحمروا على خاطرهم. هنا كل ما يعني ما كتجهدوش الفران كل ما كيزيدوا يتقرمشوا كيجيونا لذاذين. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. كيف قلت لكم خليهم على 160 درجه، يعني كل ما كيطيبوا على خاطرهم كل ما كيعطيونا واحد النتيجه روعه وكيجيو مقرمشين ولذاذين. صافي هنايا من بعد كنوضع عليهم الجبن المفروم. نتوما كيتبقى على حسب التزيين ديالكم، يعني على حسب الرغبه ديالكم. وعملت لهم هنايا الطريفات ديال الحامض. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم، راه كيجيو رائعين وواحد المذاق راه ما نقولش لكم. ان شاء الله تجربوهم وكيجيو معلكين وبنانين. انا غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا كيف كيجيو من الداخل. ونتمنى ان شاء الله تجربوهم، اكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك كذلك من التعاليق ديالكم. فكيف كتلاحظوا معايا كيجيو ما شاء الله لذاذين. كيف قلت لكم جربوهم. وإلا عجبكم الفيديو خليوا لي تعاليقكم. وشكرا لكم على حسن التتبع والمتابعة. نشوفكم إن شاء الله في وصفات مقبلة بحول الله. خليت لكم راحة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.